دكتور، نحن اليوم نصوم ونصلي ونقرأ القرآن، لكن لا نعرف هذه المعاني أبدا، لا نشعر باطمئنان. السبب ولا هذا التيار الكهربائي مو متصل سيدي، كل الأجهزة واقفة. لكننا نصلي ونقرأ القرآن ونتعبد. الصلاة التي أرادها قد تكون خلاف ذلك. أخي من الأخير هيك حاول لك من الأخير، إذا ما في استقامة اتصال بالله ما في، محجوب. هذا ملخص الملخص. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني لو فرضنا بياع أقمشة، جاءته إنسانة وملأ عينيه من محاسنها، وكمان تكلم مع كلام ما بيليق، وأعطاها ما استغل جهله وباع ب4 أضعاف الثمن، وأذن الظهر راح ليصلي. بيصلوا مع الله صلة هيك بالفطرة. ما بدي جوابك أكاديمي، أتوقع ما راح يخشى، ما بيقدر. أولا كذب على وحده، ومتع نظره بمحاسنها، ودعبها بالكلام مثلا، وباع بضاعة سيئة بسعر عالي، وراح ليصلي الظهر. ما بدي يصلي إذا ما في استقامة، ما في اتصال بالله عز وجل. الله أعظم من فأنا هو يصلي يؤدي حركات لكن قلبه لا يصلي. نعم، هذا صافي أدى الصلاة ولم يتصل بالله. وهذا يمكن واقع كثير منا اليوم، أننا فعلا المسلمين يعني نكثر من السيئات والمعاصي. إذا المشكلة كبيرة دكتور في الذنوب. أدق من هيك. نعم. لن تغلب أمتي، لن، حديث صحيح، من 12,000 من قلة. فكيف إذا كنا 1,800,000,000 مسلم لا وزن لهم في الأرض، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل، والغرب استطاع أن يجعل بأسهم بينهم. من يقتل من الآن؟ مسلم. هذا طموح الغرب، أن يجعل البأس بيننا، يصطنع المذاهب والتفرقة ويثير العداوات. هذا الذي يجري الآن، الحرب بين المسلمين. أنا بعدها هي أكبر وصمة عار بحق الأمة. إذن ذنوبنا حجبتنا عن الله عز وجل. أبدا. الدليل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله الذي لا إله إلا هو، لا أجد عقاب من الله يفوق أن تحجب عنه. من شعر أنه محجوب عن الله فيصلي لكنه لا يخشى، يصوم ولا يطمئن، حله أول بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم. والله بيعرف الإنسان وضعه بالمية مليار. يعني عفوا، نعم، قاعد بغرفتك وأمامك غرفة وشرفة، طلعت امرأة بثياب متبذلة جدا، أنت فيك تسكر الشباك، لكن ملأت عينك من محاسنها. مين دري فيك بالأرض؟ بس الله. مين دري فيك بالأرض؟ مين بيستطيع يضبطك به المخالفة؟ أبدا إلا الله. أنت حينما تؤمن بالله أنه معك، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. هذا إيماني أنا. ما دام أنت في استقامة تخطف ثمار الدين كلها في الدنيا، بس مو الجماعية، الفردية. نعم. الفردية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هي الفردية. إذا شكرت وآمنت، الكون مسخر تسخير تعريف، آمنت، مسخر تسخير تكريم، شكرت. إذا ما في عذاب قدامك قطعا. لكن الأمة وضع تاني: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأمة تنجو من عذاب الله إذا كان منهج النبي مطبقا في حياتها صلى الله عليه وسلم. إذا كان كل أنظمتنا وقوانيننا وفق منهج الله، نحن في حرز حريز ولن نصاب بمصيبة عامة. ففي عندنا الآن مصائب أشخاص، مصائب أمة. الأمة إن طبقت منهج الله في حياتها فهي في حرز حريز من المصائب. أما الفرد ما له علاقة بالأمة. لو فرض الأمة متفلتة كلها، هذا ديننا من عظمته أنه فردي وجماعي. الله يفتح عليك. أنت بتطبق الدين لحالك. لو كان في 1,800,000,000 مسلم، ما في غير واحد مطبقه، هذا الواحد بيخطف كل ثماره الفردية مو الجماعية، بيخطف ثمار الدين الفردية.
الله يفتح عليكم يا دكتور.